ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفة بسيطة قوي، ووصفة الكل بيعشقها والكل بيموت فيها. هنعمل مع بعض النهارده بابا غنوج. ما شاء الله جميلة جدا، روعة. وكمان حبيت قوي ان انا اعمل معاكم الفيديو ده، فيديو بسيط كده وفيديو مش مكلف، وكمان حاجة كده موجودة عندك في البيت. بس اهم حاجة لازم نجيب طبعا البرنجان اللي زي ده، يعني اللي هو الرومي، ما نجيبش اللي هو البرنجان اللي هو التاني الرفيع. هنجيب اللي زي ده، تمام؟ هو اسمه رومي، برنجان رومي. زي ما انت شايفة طبعا هنعمله كده بالخرام كده بالسكينة، هنعمل خرام كده بالسكينة عشان طبعا ندخل فيه التوم، تمام. وبعد كده طبعا تكوني مجهزة قرنين من الشطة او من الفلفل، يعني علشان عاوزين نشويها مع الحاجة الحلوة والحاجة الجميلة ديت. وبعد كده ممكن تشويها على البوتاجاز وممكن تشويها في الفرن، تمام. هنشويها وهنرجع لكم تاني. زي ما انت شايفة شوينا بقى الفلفل والشطة، وشوينا طبعا اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا اللي هي بابا غنوج. ما شاء الله جميل قوي، ولازم بقى نقشر كده بالراحة قوي. وبعد ما قشرناها خالص هنضيفها كده في الكبة مع التوم، ومع التوم اللي اتشوى معاها، ومع الفلفل والشطة اللي احنا عملناهم معاهم، تمام كده. وبعدين هنضيف نص معلقة من البهارات ونص معلقة من الفلفل الأسود، وهنضيف ربع معلقة أو نص معلقة من الملح. وبعد كده هنضيف معلقتين من الطحينة ومعلقتين من الزيت، أهم حاجة الزيت يكون نوع كويس. هنفرم كده فرمة حلوة، يعني نص فرمة كده. ما شاء الله جميل جدا وروعة بجد، لازم تجربها عندك في البيت. اتمنى طبعا يكون وصفتي النهارده تكون سهله وعلى قد ايدك. اتمنى منك اللايك والشير، واتمنى منك بدعوه حلوه. مع الف سلامه.